30 سنه وبالظبط سنه 1995 كان في راجل اسمه مارك ارثر. مارك ارثر قرر انه يسرق بنكين في عز الظهر علشان كان بيتفرج على افلام بوليسيه كتير ولاحظ ان عصير الليمون بيستخدم كحبر سري وبيخفي الكلام. فالراجل ده من كتر غبائه قرر انه يتن جسمه كل الليمون وينزل في عز الظهر يسرق البنك. الغباء ده خلى اتنين علماء نفس، واحد اسمه جاستن كروجر والتاني اسمه ديفيد دانينج، يعملوا دراسه عشان يفهموا ايه الموضوع ده. انتوا عارفين بقى علماء النفس دايما مش بيفوتوا الحاجات دي. ازاي يكون في حد غبي وجاهل لدرجه انه ما يعرفش انه غبي؟ والنتيجه كانت واضحه جدا بتفسر لنا كل اللي بنشوفه النهارده على الفيسبوك. ليه دايما الشخص اللي ما بيفهمش بيتكلم بثقه رهيبه؟ وليه دايما الشخص الفاهم دايما عنده شك في نفسه؟ الحلقه دي هتخليك تشوف الناس بنظره ثانيه خالص. جهز بقى قهوتك ويلا بينا نفهم ليه في ناس ممكن تكون كده. انا عمرو شريف ودي حلقه جديده من برنامج الملخصاتي. كروجر ودانينج رسموا لينا منحنى بيبين مدى ثقه الانسان قصاد علمه. فتلاقي الواحد من دول اول لما يقرا كتابين ثلاثه في مواضيع زي الكوره او السياسه او الدين ثقته تضرب في السماء ويفتكر نفسه فاهم كل حاجه وبيحس انه قفل اللعبه وخلاص بقى خبير استراتيجي. وتلاقيه بقى بيكتب بوستات طويله بينصح بيها الناس. اهي النقطه دي العلماء سموها قمه جبل الغباء. انت هنا مش عارف ان انت مش عارف. زي مثلا احصائيه اتعملت بتقول ان 80% من السواقين شايفين ان هم مهاراتهم في السواقه فوق متوسط، وده احصائيا مستحيل، المفروض يكون 50% بس. واحنا كلنا عندنا الحته دي، بنفتكر ان احنا فاهمين مجرد ما قرينا عنوان الخبر. طب لو قريت موضوع معين وفاكر انك فهمته وبعد فتره قريت عنه اكتر وفهمت اكتر، هتكتشف ان الموضوع اعقد بكتير قوي ما انت كنت فاكر. وهنا بقى ثقتك بتقع في الارض وتقول لنفسك يا نهار ابيض ده انا ما كنتش فاهم حاجه خالص. المشكله ان المرحله دي بتكون فاضحه شويه، بنتكشف فيها قدام نفسنا ونفهم ان احنا ما كناش فاهمين حاجه. عشان كده تلاقي دايما الدكتور الكبير لما تجيله حاله يقول لك الحاله ما اقدرش ارد فيها دلوقتي محتاجه دراسه. انما جارك الفيلسوف بيقول لك يا عم خد لك حبتين بنادول هتبقى زي الفل. يعني من الاخر الشخص الفاهم دايما بيشك في نفسه علشان عارف وفاهم ان في تفاصيل اكتر، انما الشخص الجاهل بيكرر على طول. وتشارلز داروين قال لك جمله عبقريه قوي: الجهل بيولد الثقه اكتر مما يولدها العلم. فلو لقيت حد صوته عالي قوي وحاسم قوي وما بيقولش الله اعلم، اعرف ان الشخص ده واقف فوق جبل الغباء. فخليني بقى اقول لك ازاي تحمي نفسك من الفزلكه دي، لان المشكله مش في الناس، المشكله فينا كلنا. احنا كمان ساعات بنقع في الفخ ده وبنقعد نهبد. لو وقع قدامك مثلا موضوع معين وعايز تعرف انت فاهم فيه ولا لا، دايما اسال نفسك ليه 5 مرات. لما يقع قدامك موضوع معين اسال نفسك ليه حصلت وليه حصل كده وليه حصل كده 5 مرات، عشان لو ما عرفتش تجاوب صح يبقى انت مش فاهم الموضوع بعمق وفاهم موضوع قشور بس من بره. ولما تلاقي حد بيعارضك اسمع له كويس جدا وافهم هو بيعارض ليه. وارد جدا يكون عنده معلومه اكتر منك لانك كده طالع لقمه جبل الغباء. ودور على حد يختلف معاك واسمعه بجد. ولو زنقت في حاجه قول معرفش. الكلمه دي اصلا مش عيب، دي القوه. جامعه كورنيل عملت دراسه واثبتت فيها ان الناس اللي بيعترفوا ان هم مش فاهمين في حاجه معينه بيكونوا هم الناس الاذكى وبيتعلموا بسرعه. خليك شجاع وقول انا معرفش بس هسال. يعني اخر كده عايز اقوله لك، الدنيا مليانه ناس كتير قوي حاطين هون على وشهم وفاكرين انهم مختفيين، ومليانه خبراء فيسبوك ويوتيوب. فما تخدعش بقى بالصوت العالي وحجم الفولورز والثقه المزيفه. الاهم من كل ده انك تراقب نفسك. لما تلاقي نفسك متحمس قوي لراي معين فرمل واسال نفسك كده: هو انا فاهم فعلا ولا انا واقف فوق جبل الغباء ومش دريان؟ قول لي بقى في الكومنتات ايه الموضوع اللي انت كنت فاكر نفسك خبير فيه وبعدين اكتشفت ان انت مش فاهم حاجه. اتمنى اكون قدرت اوصل لك المعلومه بشكل بسيط وسهل. واستنوا الحلقه اللي جايه. انا عمرو شريف وده كان برنامج الملخصات.